وصل. انا عارف ان دي اكتر حاجه انت مستنيها مني بعد ما اتعملت القرعه، ان احنا نتوقع سوا نتائج الماتش. بسم الله الرحمن الرحيم. تاهل باريس وتاهل بنفيكا. ايوه تاهل بنفيكا. اسمع بقى من ادي اتلانتا سبورتنج. اسمع مني انا اسف لمشجعين دورتموند لو في انتوا خليكم شويه معلش. انا عارف ان بي اس في عاملين نتائج كويسه الفتره الاخيره ومتصدرين الدوري الهولندي، بس الخبره بتاعكم ويوفنتوس اعتقد يعدوا بسهوله. غير كلام ورغي كتير كبير، ايطاليا الميلانيستا لازم يعدي برضه بكل سهوله. معلش يا اخواتي، عندي واحد صاحبي ميلانيستا فما يعني لازم اطبق. ايه مستنيين اتكلم عن سيلتيك وبايرن؟ ما علينا، ده سيبه على جنب ده بقى. تعالى بقى، تعالى لي بقى. ومن الطبيعي والمنطقي ان كان اخر كام سنه كده احنا بنلعب بعض، فيعني ماتش انت تكسب وماتش ريال مدريد يكسب. انا عارف ان الدور على مانشستر سيتي السنه، بس معلش بالله عليكم ما تعدوا ناخد ال 16. يعني ما بحبش الارقام الفرديه يا جماعه، هيبقى شكلنا وحش قوي لو ما وصلناش دور ال 16. بس انا كده كده متوقع من قبل ما البطوله تبدا ان البطوله دي مش بتاعه ريال مدريد. كده كده من قبل ما تبدا وانا متوقع ان البطوله دي بتاعه انتر ميلان. اضحك وهزر واتريق براحتك، البطوله دي انا شايفها بتاعه انتر ميلان، ويبقى افتكر الكلام ده في الاخر. بس ان شاء الله ريال مدريد هيعدي لدور ال 16 ومش فارقه بقى نخرج بعد كده. بس تعمل لي فولو وفايتك كتير.